اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات يوميات على شواطئ اسكندرية ومصايف وصيف اسكندرية. فيديو النهاردة من على شاطئ طلبتوه مني في التعليقات كتير قوي، رحت وصورته لكم. كمان النهاردة يوم من الايام اللي حضراتكم بتسألوا فيها ايه الشواطئ اللي اتقفلت في اسكندرية وايه الشواطئ اللي لسه مفتوحة وايه الشواطئ اللي اتفتحت وتم تجديدها كمان، وايه الشواطئ اللي اتقفلت بعد قرار او الموضوع اللي انتشر لزلزال البحر الابيض المتوسط. النهارده هقول لكم انا فين وايه الشواطئ اللي لسه مفتوحه وايه الشواطئ اللي قفلت وايه القرارات الجديده لحد دلوقتي. بس قبل اي حاجه، لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو، ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. قبل بقى ما اقول لكم انا فين النهارده وعلى شاطئ ايه، احب بس ان انا اقول لكم ان اول حاجه القرارات خاصه بزلزال البحر الابيض المتوسط، وان في شواطئ هتقفل لحد دلوقتي. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، مفيش اي شواطئ في اسكندريه قفلت خالص، الشواطئ كلها مفتوحه. كل الشواطئ متاح فيها ان احنا نروح ونخرج. وكمان زي ما قلت لكم ان حتى الشواطئ اللي كانت مقفوله في شواطئ منها رجعت فتحت تاني، والشواطئ عليها اقبال كتير جدا وزحمه. ولحد دلوقتي كل القرارات وكل الكلام ده مجرد كلام بس. حتى الاشاعات اللي طلعت ان في شواطئ قفلت في اسكندريه وتم الاغلاق عشان زلزال البحر الابيض المتوسط او تسونامي زي ما بيقولوا، لحد دلوقتي الدنيا تمام الحمد لله، ربنا يسترها. كله بخير والشواطئ مفتوحه زي ما حضراتكم شايفين، الناس كلها على البحر، الشواطئ زحمه جدا، كورنيش اسكندريه مليان ناس ما شاء الله يعني. فاللي حابب يجي اسكندريه الدنيا تمام، الدنيا شغاله والدنيا حلوه ومفيش اي خطر ولا في اي حاجه. لو حصل فعلا واي شاطئ اتقفل هبلغكم بيها على طول. نزلت لكم الفيديو اللي فات وقلت لكم مفيش شواطئ اتقفلت، وبعدها تاني طلع اشاعات ان في شواطئ في اسكندريه اتقفلت، بس ده ما حصلش خالص. لحد دلوقتي كل الشواطئ مقفوله. بعد ما نزلت لكم الفيديو حبيت ان انا اصور برضو فيديو تاني من الشواطئ اللي بتكون زحمه في اسكندريه، عشان اوريكم ازاي ان لسه موجود المصايف والشواطئ مفتوحه وفي اقبال عليها والدنيا تمام. طيب انا فين النهارده؟ انا في شاطئ العصافره المميز. شاطئ العصافره المميز موجود في العصافره بعد شارع 45 في وش ايس كريم او جيلاتي عزه. وعشان احدده لكم اكتر، هو بعد شاطئ البروفيج، يعني هتلاقوا شاطئ جزيره الدهب، البروفيج، شاطئ العصافره المميز. الشاطئ ده كان مقفول وبيحصل جنبه تصليحات، والشاطئ ده لسه مفتوح، يعني هو بعد ما اتقفل رجع اتفتح تاني. تذكرة الدخول 20 جنيه للفرد. شاطئ النهاردة مش هقول لكم رأيي فيه ايه، الرأي هسيبه لكم، هقول لكم كل حاجة في الفيديو وكل حاجة عن الشاطئ وهسيبكم انتوا تحكموا عليه. زي ما قلت لكم الشاطئ بعد شارع 45 وبعد شاطئ البروفاج في وش جلاتي عزة على طول. الشاطئ على البحر على طول، يعني وانتوا ماشيين على الكورنيش كده هتلاقوا. انا لما كنت بصور لكم اول الفيديو ده من ناحية السور من بره، يعني هو السور بتاعه قصير، ان انتوا ممكن تيجوا، في ناس كتير بتقعد على السور وانتوا ممكن تعدوا السور وتدخلوا الشاطئ عادي جدا. الشاطئ مساحته مش كبيرة، يعني انا كده واقفة في اوله والدخول من بوابة في النص. انا ما كانش ينفع ان انا ادخل من البوابة خالص ان انا اصور لكم، يعني انا دخلت من ناحية السور، لان لو دخلت من عند البوابة الشاطئ مش كبير، مساحته مش كبيرة سواء العرض او الطول. الطول زي ما انا كده مقربه لكم، عامله لكم زوم، يعني انا من مكاني عامله زوم. وهبعد الكاميرا وهقربها برضو عشان تشوفوا المساحة كويس جدا. العرض بتاعه لو انا دخلت من عند الباب، لا هما يا دوبك كده 5 ترابيزات قدام بعض، ده كده العرض. يعني اول ترابيزة هتلاقوها اللي هي ناحية الشاطئ تحت، في زي ميلان كده شوية. وزي ما حضراتكم شايفين هو من الشواطئ الزحمة جدا، يعني معروف هنا في اسكندرية ازحم الشواطئ اللي موجودة شواطئ العصافرة وميامي، وبعدهم شواطئ سيدي بشر. فالشاطئ هنا زحمة جدا، مساحته مش كبيرة، بس برضه هو مفهوش موجة عالية. يعني اللي انتوا شايفينه ده من اهدى الامواج في اسكندرية، يعني هو مفهوش موجة عالية. جو حلو، يعني الشاطئ ان انتوا تيجي تقعدوا عليه هو جو حلو ومريح. بس لو هو من الناس اللي بتحب الشاطئ يكون فاضي شوية، يكون شاطئ واسع وشاطئ مفتوح، لا هو مش هيبقى مناسب ليهم خالص، لانه هو مش كبير، وبعدين هو عليه اقبال عالي جدا فبيبقى زحمة. وعلى فكرة هو دايما بيكون زحمة، يعني طول فصل الصيف
هو بيكون زحمة وعليه اقبال كتير زي ما حضراتكم شايفين كده، بس هو القعدة فيه ممتعة قوي. رغم ان قبله على طول شاطئ البروفاج وشاطئ جزيرة الدهب، انا مصورها لكم على القناة. مساحته كبيرة ومش شواطئ اللي هو مفتوحة وواسعة، بس هو ده مساحته صغيرة. وبرده رغم ان الاتنين جنب بعض هنا عليه اقبال عالي جدا، زحمة زيهم، يعني التلاتة جنب بعض والتلاتة زحمة جدا. زي ما قلت لكم تيكت الدخول ب20 جنيه شامل الفرد. موجود فيه حمامات، موجود فيه مكان اللي هم اللي موجودين يغيروا فيه هدومهم. يكون مفتوح من اول الساعة 6 الصبح لحد الساعة 8 و9 بالليل. بس المفروض الناس اللي موجودة في المية في اي شاطئ في اسكندرية اخرهم لحد الساعة 8. بعد الساعة 8 المفروض ان هم بيقعدوا على الشاطئ عادي جدا براحتهم، حتى لحد الساعة 12 بالليل لحد الساعة 1 بيفضلوا موجودين. بس المفروض يخرجوا من المية بعد الساعة 8. المفروض ما يبقاش في حد. بس ايه هنا في اسكندرية وبالذات الصيف اللي احنا فيه ده، صيف 2024، الساعة بتعدي 8 وبتبقى 11 بالليل ولسه الناس موجودة في البحر عادي. الجو حر جدا. الناس تستمتع بالصيف وبالخروج. زي ما قلت لكم ده مكان منه للكورنيش على طول، فالناس قاعدة كأنه كافيه وفي نفس الوقت كأنه منهم للبحر على طول. زي ما حضراتكم شايفين كأننا واقفين على الكورنيش بره، بس هو ده رملة البحر. الرملة اللي موجودة هنا نفس الرملة برضو اللي موجودة في البروفاج وفي جزيرة الدهب. رملة مباني مش رملة بحر، اللي هي بتكون الرملة الصفراء مش الرملة البيضاء اللي هي رملة البحر. لان المكان هنا قريب من الشاطئ جدا، فلما بيجي الشتاء بيطلع على الرملة وبياخدها. لما بيجي فصل الصيف وموسم الصيف بتيجي الإدارة العامة للشواطئ والمصايف بيجيبوا رملة اللي هي رملة المباني الصفراء بيحطوها على الشواطئ عشان يبدأ موسم الصيف. اليوم النهاردة الناس كانت مستمتعة جدا زي ما حضراتكم شايفين. الأطفال وفي كمان أمن على فكرة على الشواطئ واقف تبع الشاطئ وإنقاذ. زي ما حضراتكم شايفين الناس مستمتعة، الناس كتيرة قوي، الناس كلها في البحر. اللي هناك دي الجزيرة او هي بيتقال عليها الجزيرة. في بدلات اللي انتوا ينفع تأجروها هنا في الشاطئ وفي الشواطئ اللي قبلها كمان. بعد شاطئ العصافرة كان في شاطئ تاني بس لسه بيعملوا فيه تصليحات، وقبله بيعملوا تصليحات، يعني بينه وما بين شاطئ البروفاج في تصليحات برضو. بس هو ده كمان كان في تصليحات واتقفل، بس رجع فتح تاني ولسه بيكملوا فيه. بس اول ما فتح زي ما بقول لكم كده في عليه اقبال عالي جدا. المية برضو مش المية نظيفة كويسة. الحواجز الجزيرة اللي من ناحيتين متحكمة في الموجة شوية ان هي ما تبقاش عالية، يعني رغم ان الراية كانت صفرة النهاردة بس الموجة ما كانتش عالية. اللي هي الجزيرة من ناحيتين متحكمة فيها، يعني انا لما بعمل لكم زوم بتشوفوا الناس قريبة بس الناس داخلة جوه، والموجة كويسة، البحر كويس. في حاجات كتير في الشاطئ هسيب لكم انتوا الحكم فيها، يعني في ناس بتحب الشاطئ بشكل معين، في ناس بتحب الشاطئ الزحمة، في ناس بتحبها تبقى فاضية. طبعا الحكم ده ليكم، بس كلها في كل الاحوال البحر والخروجات والمصايف دي متعة كل صيف وكل مصيف، ويرجع لكم في اختيار الشواطئ. وزي ما قلت لكم مفيش اي شواطئ قفلت في اسكندرية، الشواطئ كلها في الحالة الطبيعية. مفيش حتى راية حمراء، يعني مفيش اي شواطئ في اسكندرية رفعت موضوع الراية الحمراء اللي هو انتشر برضو على الانترنت، ان الراية الحمراء اترفعت في اسكندرية على بعض الشواطئ وشواطئ قفلت. ده لا، ما حصلش خالص. الشواطئ مفتوحة، كل الشواطئ عادي بتستقبل جدا. صورت لكم كمان شاطئ جزيرة الدهب في الفيديوهات اللي فات، ونزلت لكم فيديو في جميع الشواطئ اللي في اسكندرية او تقريبا شواطئ العصافرة وميامي وسيدي بشر الفيديو اللي فات، وكلمتكم فيه ايه عن الشواطئ، واخدت لكم جولة كده عشان تعرفوا ايه الشواطئ المفتوحة، وكلمتكم فيه عن موضوع الزلزال اللي قالوا عليه ان هو هيقفل شواطئ في اسكندرية. ممكن تدخلوا عليه برضو وتعرفوا منه حاجات اكتر. لو حابين ان انا اصور اي مكان في اسكندرية، انا بصور لكم الشواطئ واماكن ينفع تخرجوا فيها وبعض المطاعم في اسكندرية، وكمان بنزل لكم اماكن تنفع اللي انتوا تأجروا فيها في اسكندرية سعرها مناسب. تلاقوا كل الفيديوهات دي على القناة، ادخلوا اتفرجوا عليها هتعجبكم ان شاء الله. ولو حابين ان انا اصور لكم اي مكان تاني اكتبوا لي في الكومنتات تحت وهرد عليكم. ولو لسه ما عملتوش اشتراك وتفعيل جرس، اعملوا اشتراك وتفعيل جرس عشان يوصل لكم باشعار بالفيديو اللي انا بنزله. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك لو ما عملتوش لايك لحد دلوقتي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. فيديو النهارده من شاطئ العصافرة المميز، تيكت الدخول 20 جنيه زي ما قلت لكم، في وش جلاتي عسا بعد شارع 45 وشاطئ البروفاج. لو عندكم اي سؤال برضو اكتبوه في التعليقات وهرد عليكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير ومع السلامة.